انطلاقا من هذه الرؤية الواجهة فإن الجيش الوطني الشعبي بحكم هذه المهام الدستورية المخولة يعتبر أن كل من يدعو إلى العنف بأي طريقة كانت تحت أي مبرر وفي ظل أي ظرف هو إنسان يجهل أو يتجاهل رغبة الشعب الجزائري في العيش في كنف الأمن والأمان. فهل يعقل أن يتم دفع بعض الجزائريين نحو المجهول من خلال نداءات المشبوهة الظاهرة التغني بالديمقراطية وباطنها جر هؤلاء مغرر بهم إلى مسالك غير آمنة بل غير مأمونة العواقب، مسالك لا تؤدي حتما إلى خدمة مصلحة الجزائر ولا لتحقيق مستقبلها المزدهر.